ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم طريقه اللحمه المفرومه الكدابه. اول حاجه معانا نص كيلو قنص مغسوله ومتنضفه كويس، ومعانا 3 حبات فلفل الوان او فلفل اخضر حسب المتاح عندك عادي، ومعانا بصله كبيره او بصلتين متوسطين هنقطعها مكعبات، ومعانا البهارات معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره بهارات لحمه، ورشه قرفه، وربع معلقه صغيره فلفل اسود. هنجيب كبه وهننزل فيها بالقنص بتاعتنا وهنفرمها كويس. بعد ما هنفرمها هننسى خالص بقى ان هي كانت قنص اصلا، بقت معانا لحمه مفرومه كدابه، بقت شبه اللحمه المفرومه خالص، بقت معانا بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب طاسه او مقلي او حله زي ما تحبوا حسب الكميه، هنحط فيها زيت، بعدين هننزل بالبصله اللي احنا مقطعينها، بصله كبيره او 2 وسط، وهنسيبها لحد ما تصفر وتاخد اللون ده معانا. اما تصفر هننزل عليها باللحمه المفرومه كدابه، وهنفضل نقلبها معاها مع البصله لحد ما تاخد لون. هتغير لونها كده زي ما بنعمل اللحمه المفرومه بالظبط. بعد ما هتاخد لون هننزل عليها بالفلفل الالوان او الفلفل الاخضر عادي، وهنسيبه يتدبل معاها شويه. بعد ما تدبل معاها شويه هنضيف عليها البهارات، الملح والشطه، بهارات اللحمه والقرفه والفلفل الاسود، وهنقلبهم كلهم مع بعض لحد ما كلهم يندمجوا سوا. بعد كده معانا حبتين طماطم مبشورين هننزل بهم بعض البهارات. الطماطم دي عشان نسبكها وتتعصب زي اللحمه المفرومه بالظبط، وهنسيبها تاخد غلوه مع بعضها كده عشان تستوي. بعد ما بقت معانا بالشكل ده وتسبكت هيبقى كده خلاص هي استوت، مفيش فيها اي فرق بين اللحمه المفرومه وان دي لحمه مفرومه كدابه، محدش هيقدر يفرق بينهم. جميله جدا واقتصاديه، ممكن نعملها سندوتشات لاولادنا، ممكن نعملها طاجن لحمه مفرومه، ممكن بشاميل. احنا هنا عملناها بالفطير المشلتت. دي عجينه الفطير جاهزه معانا اهي. لو عايزه طريقه الفطير المشلتت هسيبلك اللينك في اول تعليق مثبت موجود في الطريقه بالتفصيل. لو هتعملها في فطير مشلتت هتعملي نص الطبقات كده، وبعدين هنجيب اللحمه المفرومه الكدابه وهتفرديها كويس بالشكل ده، بس هتمليها عشان لما تتفرد يبقى الحشو يبقى مال الفطيره كده وحلو. ممكن بقى تزود اي اضافات، زيتون، قطع طماطم، فلفل، اي حاجه انت عايزاها. احنا هنا زودنا الزيتون وحطينا ميكس جبن، ممكن تحطي نوع واحد، ممكن تحطي اي حاجه انت عايزاها عليها. بعد كده هتقفلي الفطير بنفس الطريقه ده، تقفلي كويس عشان اللحمه ما تخرجش منه. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بعد ما هتقفلي كويس تحطي في صينيه وتسيبيه يرتاح 10 دقايق. بعد ال10 دقايق تبداي تفرديه، عشان كل ما هتسيبيه يرتاح كل ما هيتفرد معاكي بسهوله. بعد ما تفرديها كويس في الصينيه هتدخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة. بعد ما تطلعيها بقى من الفرن هتبقى معانا بنفس الشكل ده، مورقة خالص، كل الطبقات مش لازقة في بعضها. اول ما هتخرجها من الفرن هتبقى ناشفة كده شوية، لكن بعد ما هتسيبيها شوية هتلاقيها طرت معاكي بقى زي الجاهز بالظبط، جاهزة معانا للتقديم. الشكل مفيش فيه اي اختلاف عن اللي احنا بنشتريها من بره، اما الطعم بقى بجد اللي ما يعرفش ان هي قنص هيفكرها لحمه مفرومه عادي جدا ومش هياخد باله من الفرق. طريقه جميله واقتصاديه والطعم جميل جدا وهتعجب اولادكم. يا رب تكون الطريقه عجبتكم، يا رب تكونوا استفدتوا معانا. متنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات وتعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هسيب لكم لينك
الفطير المشلتت في اول تعليق مثبت عشان لو حابين تعملوها بنفس الطريقة. وبألف هنا على قلوبكم.